مشكلة النهاردة بتقول سيدة متزوجة بتقول لجوزها: انت متجوزني علشان علاقة وبس. انا خلاص مش طايقاك، مش عايزاك، مش عايزة اكمل، مش عايزة اعمل علاقة حميمة. بس انا عندي اولاد، مش عارفة اعمل ايه في اولادي لو اتطلقت. هو ممكن ما يصرفش على اولادي، ممكن ما يصرفش علينا، هيسيبني يعني اتكفل بيهم وانا مش بشتغل. مش عارفه اعمل ايه واصرف عليهم ازاي واكمل حياتي ازاي. مين هيصرف على ولادي؟ لكن هي مشكلتها الاساسيه ان هي مش عايزه تعمل علاقه مع جوزها، شايفه ان جوزها متجوزها علشان علاقه وبس. دي مشكله النهارده، دي مشكله من واقع الحياه. ان شاء الله باذن الله هنسردها وهنشوف لها حل. اتمنى يا رب باذن الله تستفيدوا منها. من فضلكم الناس اللي بتشوفنا وبتسمعنا تكتب رايها في التعليقات علشان صاحبه المشكله تختار الحل المناسب من خلال راي حضراتكم في التعليقات او من خلال رايي اللي انا هقوله لها في الفيديو النهارده. من فضلكم لو بتشوفونا هنا لاول مره ولسه ما اشتركتوش في القناه، انزلوا اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا علامه الجرس على كلمه الكل او كلمه قول علشان يوصلكم كل الفيديوهات وتقدروا تستفيدوا منها. ولايك كتير وشير علشان غيركم يقدر يستفيد. انتوا عارفين عملنا القناه هنا علشان كلنا نستفيد من بعض مشاكل من واقع الحياه وشويه نصائح عامه كده لنجاح الحياه الزوجيه باذن الله. اتمنى يا رب تستفيدوا منها. طيب السيدة دي حاسة ان جوزها بيعرفها علشان يمارس معاها علاقة حميمة وبس. لا في رومانسية ولا في حوار للكلام ولا في مثلا كلمة كويسة ولا في طبطبة ولا في ايد حنينة ولا في تبادل بينهم في النقاش ولا في اي حاجة خالص. هي شايفة ان جوزها بيكلمها او بيقرب منها علشان علاقة حميمة وبس. تعمل ايه؟ تتطلق ولا تكمل؟ هي عندها اولاد وخايفه ان هي تتطلق لجوزها ما يصرفش على ولادها، وهتعيش ولادها ازاي؟ حياه ولادها كده هتتدمر، البيت هيتخرب، مين هيصرف على الولاد؟ كل ده هي بتفكر فيه. اولا مشكله زي دي انا ما برجحش فيها الطلاق ابدا ابدا ابدا. ما تخربوش بيوتكم. في حاجات في ايدينا نقدر نحلها وفي حاجات في ايدينا ما بنلاقيها لهاش حل، بنلجأ وقتها للضرورة القصوى بنلجأ للطلاق. لكن مش كل مشكلة كبيرة وصغيرة في الحياة الزوجية هنقول نتطلق. احنا عايشين حياة وخلقنا الإنسان في كبد، كبد يعني تعب ومشقة وعناء. يعني كلنا عندنا مشاكل، مفيش حد ما عندوش مشاكل. لازم نشوف اللي نقدر نحله، المشكلة اللي نقدر نحلها ونحلها. ما ينفعش على الكبيرة والصغيرة نقول نتطلق ونخرب البيت حتى لو مش علشان علشان خاطر الولاد ما تتظلمش. الولاد ما لهمش ذنب يحاسبوا على فاتورة مش بتاعتهم. طيب انا هقولك الحل من خلال رأيي انا الشخصي. انت بتقولي ان هو مش رومانسي، حاسه ان هو مش بيحبك، مش بيهتم بيكي، مفيش حوار بينك وبينه غير وقت العلاقة الحميمة وبس. فانا شايفة ان ده في تقصير من الزوج. يعني الزوج لازم يهتم بزوجته جدا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لازم يبقى فيه مداعبات ويبقى فيه بدايات قبل ممارسة العلاقة الحميمة. يعني لازم كل زوج يحرص ان هو يهتم بزوجته. ما يبقاش العلاقة الحميمة علاقة حميمة يعني نعرف بعض وقت العلاقة الحميمة وبس. احنا مش حيوانات. دي اول خطأ هو عمله الزوج. نيجي نشوف ممكن يكون في اسباب راجعه من الزوجه ادت الى ان زوجها بيعرفها وقت العلاقه الحميمه وبس. دوري في السبب على نفسك. ممكن يكون السبب راجع منك انت. سبب زي ايه اللي يكون راجع منك انت؟ ممكن يكون عدم النظافه الشخصيه. عدم النظافه الشخصيه بتخلي الزوج بيبقى فيه كده ايه، زي حاجز بينك وبين زوجك. ده بيعمل علاقة حميمة. في أزواج كتير بسبب عدم النظافة الشخصية بترفض أو بتنفر أو بتبقى مش عايزة تمارس علاقة حميمة حتى مع زوج مع زوجته. مش عايز يمارس. ليه؟ عدم النظافة الشخصية. شعرك، ريحتك، شكلك، نظافة بيتك، نظافة ولادك. يعني وهو داخل من البيت لازم نفسه تكون مفتوحة على ممارسة علاقة حميمة. يشوفك كده بتضحكي بشوشة، بتضحكي في وشه، ريحتك حلوة وشكلك حلو وشعرك حلو ولبسك حلو. مش لابسة لبس المطبخ اللي قاعدة بيه واقفة بيه في المطبخ طول النهار. مش لابسة نفس البيجامة اللي سايبك بيها نايمة بيها بالليل لحد تاني يوم ما نزل ويرجع يلاقيكي لابسة نفس البيجامة أو نفس الجلابية بتاعت بالليل. ورادك منكوشين ولابسين كده لبس متسخ ومش مكوي ومش
السرير الملايه مثلا او مفرش السرير بيقعد وقت طويل قد ايه مبقع مكرمش، ريحته مش حلوه. يعني كل ده بسبب، كل دي اسباب تخلي الزوج بينفر من العلاقه. بس ده بيعمل علاقه، بيعمل علاقه بس مفيش رومانسيه، مفيش حب، مفيش صله تواصل بينك وبينه. ليه مفيش صله تواصل بينك وبينه؟ ممكن يكون السبب فيكي انت دايما نكديه، انت دايما مكشره في وشه. انت ما بتدلوش فرصه ان هو يقعد ويتكلم معاكي. لو مثلا عايز يقعد يتكلم معاكي عن مشكله عنده في الشغل او اي حاجه، كلنا عندنا مشاكل، انت كل شويه تشتكي، انا قرفت وزهقت، دي ما بقتش عيشه، دي ما بقتش حياه، انت بتتلكك عشان تسيب الشغل. كل ده بيخلي مفيش مساحه بينك وبينه، ما عندوش نفس ان هو يفضفض ويحكي معاكي. فبالشكل ده بتقتصر، آه يعني بيقتصر التعامل معاكي في العلاقة الحميمة وبس، عشان انت الاوبشن الوحيد. هو متجوز عشان يعف نفسه، ما عندوش اي حلول تانية، هو بيعمل ده في الحلال، فمفيش حد قدامه في الحلال غيرك انت، فبيلجأ ليكي ويعمل معاكي علاقة حميمة. انا مش مع الرجالة خالص. الناس اللي هتدخل تقول لي انت مع الراجل، انا مش مع الرجالة خالص. بس ممكن فعلا يكون السبب، هو ده يكون السبب. ممكن كمان السبب يكون من الزوج. ازاي يكون السبب من الزوج؟ ممكن يكون لو هو مضغوط ضغط شديد، عليه ديون، مثلا عنده مشاكل في الجنس، عنده مشاكل في العلاقة الحميمة، لو مضغوط مثلا وعليه ديون، هو بقى قرفان مش طايق روحه، مضغوط ومديون، يعني بيعمل علاقة حميمة كده من باب ايه؟ ان هو ايه؟ تفريغ طاقة، تفريغ شهوة بس. فهو ولا طايق نفسه، ولا عايز يتكلم مع حد، ولا يفضفض مع حد، ولا ليه نفس حتى يضحك. هو بيعمل العلاقة الحميمة دي، ده تفريغ طاقة ليس إلا. ده ممكن يكون السبب. ممكن يكون السبب برضو راجع من الزوج، لو عنده مشاكل في العلاقة الحميمة، لو عنده مشاكل في ممارسة الجنس نفسه، ضعف انتصاب بقى، سرعة قذف، مثلا بياخد علاج مضادات اكتئاب، عنده سكر، عنده قلب، عنده أي مشكلة صحية، دي بتأثر على العلاقة الحميمة. فهو بيعملها ايه؟ مش عايز يتكلم معاكي، محرج ان هو يتكلم معاكي، انت تفتحيه وتقولي له مثلا انت مقصر، او انا مش بستمتع، او انت بتعرفني وقت العلاقه الحميمه وبس. فهو خايف من ردود فعلك، فبيلتقي معاكي في العلاقه الحميمه 5 دقايق 10 دقايق، ايا كان الوقت قليل ولا كتير، وخلاص شكرا. مش عايز كلام بعد كده، عشان خايف من ردود افعالك، عشان شايف ان هو مقصر، شايف ان هو عنده مشكله. ممكن يكون ده سبب من الاسباب. فلازم تعرفي السبب اللي مخلي جوزك آه يعني مقتصر تعامله معاكي على العلاقة الحميمة وبس. دي مش من الطبيعة. النقطة اللي عايزة اقولها لكم بعد كده، ان بالفطرة الراجل بيحتاج علاقة اكتر من الست. في ستات بتحتاج علاقة طبعا، وده حقك في حلال ربنا، بس الراجل يا حبيبتي من اولى اولوياته العلاقة الحميمة، من اولى اولوياته. ممكن يكبر دماغه ان انت مثلا مقصرة في نظافة البيت، مقصره في نظافه اولادك، مقصره في نظافه نفسك، انت عندك شعر زايد، ريحتك مش احسن حاجه، ريحتك عرقانه، شعرك شكله مش احسن حاجه، بيتك مش انضف حاجه، يكبر دماغه من كل ده. ما طبختيش، يكبر دماغه. لكن اولى اولوياته العلاقه الحميمه. هو بالنسبه له اخد علاقه حميمه، خلاص هو كده مكتفي. فعشان تبقي عارفة، لازم تكوني عارفة الحاجات دي والنقط دي والأسباب دي اللي بتخلي زوجك يقتصر على علاقته معاكي تكون علاقة حميمة وبس. ممكن يكون سبب من ضمن الأسباب دي. اعرفي السبب ايه، اقعدي مع جوزك واتكلمي معاه بالراحة. أنا شايفة إن أنت مثلا لو هو كده من أول الجواز، ممكن في رجالة كده من أول الجواز خلاص ده طبعه. انت المفروض كنت من اول الجواز تتكلمي معاه، ولسه عندك فرصه تقعدي وتتكلمي معاه وتقولي له انا شايفه ان علاقتنا بقت مقتصره على العلاقه وبس، يعني انا مراتك، انا حلالك، لو في اي حاجه مضايقاك قول لي، لو في حاجه تعباك فضفض معايا، لو ما تفضفضش معايا تفضفض مع مين، انا بحبك، انا ما اقدرش اعيش من غيرك، كلمتين كده حلوين تسريت. ارجعوا بقى لقناه هبه والمراه، القناه الاساسيه فيها طرق كتيرة لإغراء الزوج، ازاي تغري زوجك، ازاي تخليه يقرب منك. حتى لو مفيش علاقة حميمة، هو ممكن يضحك يهزر يلعب، تجروا ترقصوا تضحكوا مع بعض بدون علاقة حميمة. يعني انت في ايدك ان انت تفتحي نفسه، في ايدك ان انت تشديه وتقربيه منك في كل الاوقات بدون علاقة حميمة، مش في وقت العلاقة الحميمة وبس. اتكلمي مع جوزك بالراحة، اعرفوا الاسباب، كل مشكلة وليها حل.
ما تخربوش بيتكم. ربنا يصلح حالي وحالكم وحال بيوت المسلمين اجمعين يا رب، اللهم امين. من فضلكم لو اي حد له رأي تاني يكتب في التعليقات. وانا قلت لك الحل من خلال رأيي الشخصي انا كهبة. لو وقع في مشكلة زي دي هيكون تفكيري بنفس الشكل اللي انا قلته لك ده، وهقعد اقول واحد اتنين تلاتة واطبق شوية الخطوات دي عشان اعالج المشكلة. مش كل كبيرة وصغيرة نقف عليها ونقول احنا هنتطلق. ربنا يصلح حال البيوت اجمعين يا رب. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده وخلص الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا منه ولو بالقليل. بحبكم جدا في الله. ما تنسوش لو بتشوفوني هنا لاول مره ولسه ما اشتركتوش، انزلوا اعملوا سبسكرايب في القناه وفعلوا علامه الجرس على كلمه الكل او كلمه قل عشان يوصلكم كل الفيديوهات وتقدروا تستفيدوا منها. لايك كتير وشير على اوسع نطاق علشان غيركم يقدر يستفيد. بحبكم جدا في الله. اشوفكم فيديوهات تانية باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.